السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. زي ما احنا متعودين يا حبايب قلبي ان احنا نذكر الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نقول دعاء كده كويس كده وجميل يريح قلبنا كده في شهر رجب ان شاء الله بإذن الله. اللهم في الشهر رجب فرج هم كل مهموم واقض دين كل المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، وارزقنا من حيث لا نحتسب، وبارك لنا في أولادنا وأعمارنا، وارزقنا واجعل بيوتنا عامرة بذكرك وقلوبنا مطمئنة بحبك. اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين يا ولاد، اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صالح الأعمال يا رب. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى ان شاء الله كده بإذن الله تاني اتنين في رجب، يعني احنا بنصوم اتنين وخميس، صومنا اتنين وصومنا خميس وده تاني اتنين. تمام، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى كده ايه، طبعا الصيام كده ما بيحلاش الا بحلة محشي كده سخنة. ماشي. وايه وجنبها بقى اي حاجة كده زي ما انت عايزة، بقى ملوخية، اي طبيخ انت عايزاه. في ناس بتعمل جنبه شوية لسان عصفور وتستكفى. النهارده بقى والله احنا كنا ايه يعني، بصوا احنا كان فريقين كده، فريق عايز بسلة ورز، والفريق التاني عايز ايه، محشي. انا من ضمن اللي كانوا عايزين محشي. تمام. فانا بقى قلت لهم ايه، انا هعمل محشي عشان انا نفسي فيه، والجو بصراحة كان ساقعة وكان بقى ايه يعني، عمال يمطر كده بسيط، فايه فالجو فعلا كان محتاج فعلا ايه، حلة محشي سخنة كده. فانا قلت لهم انا هعمل محشي، بس اللي هيمد ايده في المحشي ايه مش هرحمه. بس ما هنوش عليا بردك يا ولاد، واكلتهم معايا برضه. ايه انا بقى هنا ايه، عملت الكرنبايه ديت، وبردك عملت لهم بردك اللي هما كانوا عايزينه بردك بسله، وعملت لهم شويه رز بشعريه برضه. انا ما اقدرش ازعلهم برضه. ماشي، احنا كنا مفيش حد صايم الا انا وحبيبه، والباقي طبعا ايه ما حدش كان صايم يعني. تمام، احنا متعودين يعني الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمه ان احنا بنصوم ايه اتنين وخميس في رجب وشعبان. ربنا يا رب يقدرنا جميعا ويقدركم يا رب انتوا كمان، وايه ويتقبل مننا يا رب جميعا. هنا بقى طبعا انا حطيت في المية طبعا شوية ملح وشوية كمون. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. اذكروا الله يا حبايب قلبي، وصلوا على الرسول كده في التعليقات. ويا حبايب قلبي لو وصلتوا لغاية هنا في الفيديو بتاعي، يا ريت ما تنسونيش بدعوة حلوة كده من قلبكم. واللي ما اشتركش في القناة يشترك فضلا وليس امرا، وتفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله باذن الله يوصل لكم مني كل جديد. صل واللايك يا على حبايب قلبي، محمد. عشان اللايك انتوا عارفين ان هو ايه بيدعمني طبعا وبيكبر القناة. ربنا يا رب يحفظكم ويكبر بخاطركم يا رب. هنا بقى ايه، انا بحط شوية زيت عشان خاطر ايه، هعمل بقى البصلاية بتاعت البسل. تمام. هخرج كده بصلاية حلوة كده، يعني ولا كبيرة او ولا صغيرة اوي، زي ما هي اللي في ايدي دي كده، يعني مش هحط بصل تاني. ماشي. وطبعا ايه، انا كنت سلقة الطماطم زي ما انتوا عارفين ان انا بخزنها عندي في الفريزر، وبطلعها كده ايه اسلقها، بتبقى جميلة اوي. فانا هنا بقى البصلية هتدبل كده معايا وايه، وهحط عليها الطماطم. طبعا الطماطم بتاعت الطبيخ مش بتتسبك قوي، يعني ايه، يعني يا دوب غلوتين والتانية كده وتسقيتي فيها الايه الطبيخ اللي انت عاملاه، عشان ايه ما يبقاش تقيل كده على القلب يعني. لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هنا بقى ايه، انا هقطع كده الكرنب اهوت، انا سلقته وهقطعه بقى كده وانا واقفة كده. مش مستاهلة يعني ان انا اروح اقعد دقايق، يعني هي كانت كرنباية صغيرة كده. ماشي. انا هقطعه كده ايه يعني وكان عندي بقى كمان شوية رز في التلاجة، رز خلطة محشي يعني كانوا جاهزين كده. يا دوبك هاخد شوية بس من الصلصة اللي انا هحطها مع البصل دي، هاخد منهم شوية صغيرين كده. ايه يعني هحطهم بس على الرز، يعني ايه عشان منه كان هيبقى كان في التلاجة يعني. واحشي بقى يا دوبك ايه، هتيجي حلة يعني قد اللي محطوطة على البوتاجاز دي بالظبط. صلوا على النبي يا حبايب قلبي، واذكروا الله لا بذكر الله تطمئن القلوب.
وعاملين في الساعة ديت. الجو بصراحة اليومين دولت يعني ساعة قوي. ربنا يا رب يسترها كده وايه ويعدها على خير ان شاء الله. احنا عندنا هنا لما الجو بيمطر الدنيا بتبقى مبهدلة خالص، لان احنا يعني احنا بلدنا يعني زراعية وأرياف، فلما الجو بيمطر بتبهدل الدنيا بصراحة وبتوقف حال الناس كتير والله عن شغلهم. فربنا يا رب يعدها على خير بإذن الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا بقى أنا حطيت الطماطم اهي يا دوبك هتغلي غلوتين كده وايه، وهسقط فيها البسلة اللي أنا مفرطاها. هنا يا دوبك أنا حطيت شوية فلفل صغيرين وشوية توابل بس، لأن طبعا ايه كتر اللهم صل على سيدنا محمد، التوابل في الطبيخ ايه بتغمقه، فاحنا الطبيخ بالذات ما نحطش فيه توابل كتير. هنا بقى كنت بعمل الجزر بقى ايه يعني بشيل الطبقة اللي هي بره ديت وايه، وانا مفرطة البسلة من امبارح هشيلها كده وايه، وهخرطه بقى حتت صغيرة كده ايه زي البسلة كده. بصوا شفتوا الجزرية دي، سبحان الله والله عجائب يعني عجائب بجد والله. الواحد لما يشوف حاجة زي كده يعني يقول سبحان الله. ربنا قادر على كل شيء والله العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله. والبطاطسية دي بقى طبعا ايه برضك هخرطها كده ايه يعني، برضك هقشرها واخرطها حتت صغيرة برضك. والله العظيم انا معلقة على المحشي بتاع الفطار ده، اقسم بالله مش هتصدقوا. والله معلقة عليه، المغرب كان بيقول الله اكبر ومعلقة عليه. لان انا عندي جوزي ايه يعني بيجي من الشغل كده الساعة حوالي 6:30، واحنا بصراحة بنحب نتلم كلنا يعني مع بعض. يا ربنا يا رب ما يحرم حد من حد ابدا. ايه فانا يعني ببقى عامله حسابي، يعني ببقى عامله حسابي ان انا اسوي الاكل ايه يعني قرب ما هو ما يجي كده. والله مع انه بيزعقلي والله، بيقول لي مادام صايمين كلوا انتوا، بس احنا خلاص خدنا على كده بقى. يا دوبك جرحنا كده صيامنا كده بشويه ميه وايه وقمت معلقه بقى على الاكل. ربنا يسامحنا بقى يا وليه. هنا طبعا بقى كانت الطماطم بقى كده اتسبكت وايه، وبحط بقى انا الحاجه دي كده ايه تاخد كده غلوتين عبال ما الفراخ تعمل شوربة كده. وشوية الصلصة دول بقى اللي انا شلتهم من قبل ما اسقط البسل، عشان ايه يعني ارمي احط فيهم شوية الرز اللي انا قلتلكوا ان هما كانوا في التلاجة، عشان ايه يعني اقلبهم كده ايه مع صل شوية على رز كده محمد. زيادة ايه عشان يقضوا يعني. قلت بدل ما يتركن في التلاجة اعمله ده، هو يعني بقاله يعني يومين كده في التلاجة يعني، والجو ساقع طبعا يعني. هنا بقى حطيت شوية توابل وشوية فلفل اسمر وشوية بابريكا وشوية شطة كده ايه عشان يظبطوا المحشي. ما تزهقوش مني يا ولاد، عشان احنا بصوا احنا طول الشتا ده بصوا مبطلش اكل محشي بصراحة. الاكلة المفضلة عندنا هي المحشي. هفضي بقى الرز ده طبعا في صينية، عشان ايه اللهم صل على سيدنا محمد. الحلة دي كانت صغيرة، انا طبعا مرضيتش اصور وانا بحشي لان شفتني قبل كده كتير وانا بحشي، فعشان ما اطولش عليكم الفيديو يعني. هنا بقى نزلت البسلة هيت كانت مسكرة والله وكانت عسل. والفراخ برضك استوت برضك هشيلها. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. قولوا امين يا ولاد كده، وادعوا كده لاخواننا المستضعفين كده، ربنا يا رب كده يفكها عليهم يا رب ويخرجهم من اللي هم فيه. هنا بقى انا ايه هزيد المحشي بقى. والله العظيم المغرب اقسم بالله كان بقول الله اكبر وانا بزيد حلة المحشي دي. طبعا ايه زي ما احنا متعودين هيغلي ونهدي عليه على طول عشان ايه يستوي كده براحته ويبقى ايه ويبقى حلو.
طبعا ما تنسيش الورقة زي ما انا منسيك كده، ورقة الكرنب اللي هتحطها على وش المحشي. انا كنت نسيت وهكشف تاني كده واحطها. بصراحة بتفرق جامد والله العظيم، بتخلي المحشي ما يفكش خالص كده وهو بيغلي، يعني بتخليه كده ايه يعني مكتوم كده. انا هشيل دلوقتي الصينية ديت وايه اللهم صل على سيدنا محمد، وهحطها على وش المحشي كده. طبعا بتكوني غسلاها كويس قبل ما تحطيها ايه على وش المحشي. هنا بقى ايه بدأت بعمل لهم هما بقى شوية الرز بشعرية. دي بقى حتة سمنة كده على وش المحشي كده ايه عشان بصي تخلي المحشي طعمه خطير. زي ما انتوا شايفين كده. دي اهي اخر حتة سمنة بلدي عندي والله. العيال بسم الله ما شاء الله لما بيجوا يعملوا بيض او كده بيحبوا يعملوه بالسمنة البلدي. هو صراحة السمنة البلدي بتدي طعم لكل حاجة حلوة يعني. هي كده بقى البسلة كانت خلاص استوت. كانت طعمها والله العظيم البسلة نفسها مسكرة. وهنا المحشي بردك كان استوى بردك. بصوا بقى ايه كنت باكلهم والله العظيم كنت ميتة من الجوع بقى. ما هو كانت المغرب خلاص ادن بقاله يجي ساعة وكنت خلاص مش قادرة. كده بقى خلاص استوى اهوت. بألف هنا وشفا يا رب على اللي هياكله. ايه رأيكم بقى يا ولاد كده؟ وحتة الوزة دي، فاكرين الوزة دي اللي كنا بنعملها زمان كده واحنا لسه صغننين كده ايه رأيكم؟ شوية رز زي العسل اهمت، شوية بسلة عسلية. ايه رأيكم يا حبايب قلبي؟ يلا بقى نغرف كده مع بعض كده الرز. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شوية رز عسل بردك بشعرية هما ما رضيتش ازعل حد والله. وبردك قعدوا كلوا معايا بردك. يلا مش مشكلة. وده يا ولاد بقى يكون الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يعجبكم. ولو عجبكم اكتبوا لي في التعليق ان هو عجبكم، وصلوا على النبي كده في التعليق. ماشي، واذكروا الله. يعني صلوا على النبي او اذكروا الله او ايه يعني اللي انتوا عايزين تقولوه، بس ايه يعني اكتبوا لي تعليق كده حلو كده زيكم. ايه خليه كده التعليقات كده بتاعتكم بتحفزني والله العظيم كده وبتديني طاقة ايجابية. ايه ان شاء الله باذن الله كده، وربنا يكبر بخاطركم يا رب. جبرا يتعلق بيه. بيقولها ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. ايه رأيكم بقى يا ولاد بقى في شوية المحشي؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.